السلام عليكم، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. كلوب أوزون جاكم بسلسلة رمضانية جديدة تحت عنوان العلماء المسلمين في الكيمياء. في هذه السلسلة راح نهضروا على بزاف علماء مسلمين برزوا في الكيمياء، وفي الحلقة تاع اليوم راح نهضروا عن جابر بن حيان اللي رايحة تهضرنا عليه هذه. جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي ولد سنة 687 ميلادي بقرية الأزد باليمن. سمي أيضا بأبو الكيمياء. لقب بأبو الكيمياء لأنه هو من وضع أساسيات الكيمياء. يعني في قديم الزمان كانوا يتصوروا باللي الكيمياء هذه خرافات وخزعبلات وضرب من الخيال، ما كانش العقل تاعهم يتصور باللي الكيمياء هذه حقيقيه وماده. ما كانوش يتصوروا باللي هي عباره عن تفاعلات كيميائيه نعم. وي بالعكس، هو هذا جابر بن حيان جاي ينحي لهم معتقداتهم الخاطئة وأثبت لهم حاجات علمية وحاجات كونتيتاتيف، وكامل سجلهم في مجلدات ومنسوجات وكتب عديدة. دار حوالي 500 كتاب أهمها كتاب الأحجار، وكلها ترجمت إلى اللاتينية. هذا ما ساعد الغرب باش أنهم يستوحوا العلم تاعهم من عند العرب المسلمين. من أهم إنجازات جابر بن حيان أن لونكر فيزيبل ولا الحبر المضاء، يعني يضيء في الظلام. الحبر هذا كيفاش يضيء بالفينومين اللي اسمه حنايا لا فلوريسونس. هي عبارة عن كل مادة تبصر بهذوك لي غايون الكترومغنيتيك، هذا تحصلوا على هذيك الإضاءة. وفي وقتنا الحالي راهي مستعملة بكثرة في الطرقات، يعني كي نمشيو في الليل راح نشوفوا هذيك الإضاءة، ولا في اللبسة تاع العمال الطريق، وأيضا في لي ماركور اللي نستعملوهم فلوريسون. ودوكا نروحوا لأهم إنجازات جابر بن حيان في مجال الكيمياء اللي حتهضر من عليهم نور. أحد أهم الإنجازات التي قام بها جابر بن حيان في مجال الكيمياء هي نظريته حول المواد الثلاثة، والتي كانت هي أساس التحولات الكيميائية في ذلك العصر. وهذه المواد الثلاثة متمثلة في الزئبق، الملح والكبريت، بحيث كان يظن جابر بن حيان أن أي تحول يحدث للمادة فسببه تحولات التي تحدث في هذه المواد الثلاث. أيضا درس جابر بن حيان عن الأحماض والأسس وعن تحولاتها وتفاعلات التي تحدث عندما نضيف المعادن إلى الأحماض، وهو الذي اكتشف أيضا أنه عند إضافة معدن إلى حمض فإنه ينتج عندنا غاز الهيدروجين. قام أيضا جابر بن حيان بتطوير المبرمجة اللي هي لالومبيك، والتي تستعمل إلى يومنا هذا في مجال الكيمياء. قام جابر بن حيان أيضا بتطوير طريقة جديدة لتحضير حمض النيتريك، والتي كانت تستخدم في ذلك الوقت لتحضير الملونات. أيضا من أهم الأعمال التي قام بها جابر بن حيان في مجال الكيمياء هي عمليات التقطير، والتي كانت تستخدم في ذلك الوقت لتنقية المواد الكيميائية واستخلاص المواد الأساسية من النباتات. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، ونتلاقوا إن شاء الله في حلقة جديدة مع هذه السلسلة الشيقة. السلام عليكم.